السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد خير خلق الله. آه كنت قلت لحضراتكم قبل كده اني هعمل لحضراتكم فيديو خاص بنسب الخلط الصحيحة لنبات الأزولة قبل تقديمه للدواجن. في فيديوهات كتير بتتكلم عن تقديم الأزولة للدواجن، للمواشي، الطيور الموجودة عندك. لكن ما بيتكلموش على النسب اللي حضرتك تحطها او النسب المظبوطة. في ناس حاطة فيديوهات ان ممكن تقدم الأزولة مباشرة بشكل كامل بدون اي اضافات، لكن ده مش مظبوط. هوضح لحضراتكم ليه. في ناس بتحط الأزولة مباشرة مع العلف سواء بادي او نامي، وفي ناس بتعمل خلط للأزولة، وده اللي أنا هعمله مع حضراتكم النهاردة إن شاء الله. تقديمه مع العلف سواء كان بادي أو نامي ده مظبوط، ما فيش فيه أي مشكلة خالص. الأزولة هنا بتمثل نسبة البروتين اللي حضرتك بترفعها للعلف اللي بتقدمه للدواجن. الخلط مع الإضافات التانية زي الردة أو الدشيش بتكون برضو بنسبة 60 ل40، عشان ما تشغلش بالك بالنسب قوي. النص بالنص، النص بالنص. حضرتك هتحط سواء كان علف مع الأزولة 50-50، سواء هتحط دشيشة والردة. وفي ناس بتستبدل الردة بالكون، رجيع الكون، اللي هو قش الأرز والكلام ده كله بيسموه سرس أو حاجة زي كده. تمام، كل ده مظبوط، مفيش أي مشكلة. لكن تقديم الأزولة بشكل مباشر للدواجن بدون أي إضافات، سواء كان علف أو كان دشيش أو ردة، ده أمر مش مظبوط. لأن ال الأزولة منفردة لما بتقدمها للدواجن بتكون زي بالظبط احنا لما بناكل نباتات ورقية بدون اي اكل تاني. يعني زي كأنك عمال ماسك خس وعمال تاكل فيه، ماسك جرجير وعمال تاكل فيه. مفيش اي فايدة تعود على الجسم من مجرد اكل الخضروات فقط. لكن الدشيشة والردة ده بيعمل على تخشين الأزولة قبل ما بتقدمها للطيور. الأزولة فقط خفيفة هتنزل مع الفضلات بتاعة الطيور، مش هتدي الطيور الاحتياجات الكاملة اللي بتقدمها الدشيشة والردة. الدشيشة بتقدم الجزء الخاص بالطاقة لجسم الطيور، وكذلك الردة نفس الأمر. الفيتامينات الناقصة لجسم الطائر بيقدمها الدشيشة والردة. جزء كمان الملح. وفي شيء آخر سواء قدمته أو ما قدمتوش، هو بودرة البلاط اللي بيمثل عنصر الكالسيوم المهم جدا لجسم الطائر. ليه عنصر الكالسيوم عنصر الكالسيوم هو اللي بيخلي الطائر بالبلدي كده العظم بتاعه يكون قوي عشان يشيل جسم الطائر. ده بيكون نسبته مثلا 150 جرام حفان كده، عشان ما تغلبش نفسك، حفان كده بإيدك على العلف اللي بتقدمه ليهم. ومعلقة كبيرة، معلقة طعام ملح طعام. تمام. يبقى هنحاول عشان ما نطولش في وقت الفيديو، هنحاول نخلط قدام حضراتكم عشان يكون الموضوع واضح قدام حضراتكم. بجيب الأزولة اللي عندي، بفضي الكمية اللي أنا عايزها. وليكن مثلا العبوة دي هقسمها على العبوتين دول كده. تمام، خلي دي هنا اهو. اخد الكمية دي عشان نعرف نخلط اهو بالشكل ده. تمام كده، يعني. تمام. كده. تمام. 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 تمام.
والعملية مش صعبة خالص يا جماعة، مش كيمياء هي. تمام، ما تصعبش الامور على نفسك، بس انا بحاول اوضح الامور ليك. تمام. هتمسك الدشيشة. في ناس تقول لك بقى الدشيشة ناعمة، وسط، خشنة، حسب حجم الطيور اللي عندك. لو الطيور سنها صغير بتحط شيشة ناعمة، اكبر شوية تحط وسط، اكبر شوية تحط الكبير. مش هتفرق خالص، حتى لو حطيت الصغير لاي عمر من الاعمار مش هتفرق خالص في اي شيء. بتجيب كده اهو، حطها على الازولة بالشكل ده كده. احنا كل اللي بنعمله بنزود الطاقة للطائر، وبنخشن الازولة عشان ما تبقاش خفيفة في معدته، ويقدر يستفاد بيها جسم الطائر. تمام. الشيء التاني بحط الردة. يعني لو عندك 4 كيلو أزولة مثلا، هتحط كيلو ذرة دشيشة، ونص رجيع الكون أو الردة. تمام. عن قرب اهو، خلط كده، خلط بالشكل ده. حاول اقرب لكم برضه الصورة. امر سهل وبسيط، مفيش اي مشكلة. وشوية الملح، حوالي معلقة طعم كبيرة بالشكل ده كده. شوية الملح دول يخلوا الطائر يشرب مية كتير، يستفاد بيها جسمه، عشان ما تحسش ان الطائر جسمه ناشف، عامل زي اللاعب كمال الاجسام اللي بيلعب حديد بس جسمه معضل، لكن ما فيهوش ضخامة للعضل. واحنا مش عايزين تكون حجم الدواجن اللي عندنا كبيرة، لكن تحس انها خفيفة او مش مليانة لحم. تمام. ده بالنسبة لأول طبيعي. طبعا هعمل كده في الكمية التانية، بتقوم مقدمها للدواجن. انا مش حابب برضو اخلط الكمية التانية دي عشان ما نستهلكش من وقت الفيديو كتير. تمام. ده شكل الازولة متخلطة في الكامل، ما خدناش كميات كبيرة. تمام. وفي نفس الوقت قيمة غذائية وفايدة كبيرة. الازولة البروتين، الذرة الطاقة، الردة أو رجيع الكون، الفيتامينات اللي بتكون ناقصة وبيحتاجها جسم الطائر، الملح، إن الطائر يشرب كمية سوائل كبيرة ويعود ده على جسمه ووزنه في النهاية. تمام. أرجو إن الفيديو يكون بسيط مفيهوش أي مشكلة. وطبعا لو بتحط بودرة البلاط هتحط كمية حفان كده بإيدك برضو، عندك موجود عندك تحط، مش موجود عندك مش هيأثر في أي شيء. تمام. ارجو ان يكون الفيديو بسيط وسهل وافي الشرح بتاعه. ولو في اي استفسار عند حضراتكم يا ريت تحطوها في التعليقات، وانا هرد على حضراتكم في اي استفسار اليكم. في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.